هذه القافلة وصلت منذ يومين إلى الساحل. مهم. تم التنسيق مع المنظمات المجتمع المدني بمنطقة الساحل بمنطقة اللاذقية والجبلة لتوزيع هذه المساعدات. البارحة نتيجة الجو والأمطار الغزيرة لم يتمكنوا من توزيع المساعدات بشكل مهم. كبير. وصلوا إلى عدة قرى اليوم. كان هناك تنسيق حاليا. كادر الهلال الأحمر الكردي بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني مهم. مثل ما ذكرنا حاليا يقومون بتوزيع السلل الغذائية نعم. والنظافة الشخصية على المحتاجين في قرى اللاذقية وجبلة. هناك مراكز إيواء تم نعم. الإيصال إليها. مهم. نحن ننسق مع المجتمع المدني مهم. في تلك المنطقة. مهم. هناك صعوبات في التوزيع، صعوبات في إمكانية الوصول إلى القرى المحتاجة. حاليا ننتظر توزيع هذه المساعدات ورجوع الكادر والنقاش وأخذ تقييم بخصوص تلك المنطقة بشكل أكبر. وهناك إمكانية لتجهيز قافلة أخرى في حال إذا دعت الحاجة لإرسالها إلى تلك المنطقة. نعم سيد القشن، كان هناك أيضا صعوبات واجهتكم، كان هناك شرط أيضا من قبل سلطات الحكومة الانتقالية كإزالة شعار الهلال الأحمر الكردي. بعد مبادرة المجتمع الديمقراطي في شمال شرق سوريا بفتح الطريق لإيصال المساعدات الإنسانية نتيجة الأحداث الأخيرة في الساحل، مهم. وتواصل مع عدد كبير من أهالي تلك المنطقة، كان هناك حاجة ماسة إلى تدخل وتقديم الخدمة الإنسانية في مجال الغذاء بالأخص. مهم. مبادرة المجتمع الديمقراطي نسقت مع الهلال الأحمر الكردي لإمكانية إيصال هذه المساعدات المقدمة من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الإدارة الذاتية والهلال الأحمر الكردي. نحن أيضا بادرنا بتجهيز 1500 سلة غذائية مهم. وتواصلنا لإدخال هذه المساعدات. كان هناك طلب بإزالة شعار الهلال الأحمر الكردي من على السيارات، وذكر أن هذه المساعدات من شمال شرق سوريا من أهالي المنطقة. نحن كهدف إنساني الهدف الأساسي هي إيصال هذه المساعدات لخدمة هؤلاء الناس. بادرنا لإزالة الشعار. الهدف ليس هو دعاية أو مهم. من هذه الأمور، ولكن كان الهدف فقط هو التوثيق بالنسبة لنا الهلال الأحمر الكردي تبيان للمانحين أن هذه المساعدات تم وصولها إلى تلك المنطقة، وكذلك أن هذه المساعدات مقدمة من أهالي شمال شرق سوريا ومن الهلال الأحمر الكردي. كان الهدف الأساسي هي إيصال تلك المساعدات، وحققنا هذا الشيء، وحاولنا أن لا يكون هناك عائق أو أي حجة لإيقاف هذه المساعدات.